الشاب كان لسه ساقي شجرة الخوخ بتاعته بقرعة مية واحدة بس، وفجأة في لحظة الفروع اتمرت بخوخ كبير وأحمر مقدرش يمنع نفسه إنه يقطف واحدة ويعض فيها. عصيرها الحلو فرقع فوراً بين شفايفه وأسنانه، إحساس بالحيوية طلع بسرعة لحد قمة راسه. ساعتها قطف كذا واحدة لونهم أحمر فاقع ولف علشان يديهم لولاده اللي واقفين جنبه. أول ما دقوها ما وقفوش مديح فيها، اتضح إن الشاب صحى بالصدفة لقي نفسه كده. المية اللي استخدمها كانت مش بس بتنعش الورود الدبلة، دي كمان قدرت توقف أبوه اللي كان عاجز طول عمره على رجليه تاني. والمرة دي هو استخدم قرعة مية بسيطة بس، وفي أقل من دقيقة الشجرة اتمرت بخوخ أحمر لامع. قرر يعمل إمبراطوريته الخاصة من الخوخ بالمية المعجزة دي. تاني يوم الصبح راح السوق ومعاه الخوخ اللي لسه قطفه، وناوي يبيع أول شوية علشان يجيب بيهم شتلات خوخ أكتر. بس في الوقت اللي الناس كانت بتبيع 4 كيلو خوخ ب10 يورو، هو كان بيبيع الكيلو ب25 يورو. أول ما فرش بضاعته ابن العمدة عدى من هناك. أول ما شافه طلب منه يدفع 500 يورو علشان إيجار المكان ليوم واحد، والسبب كان أغرب. قال إن سعر الخوخ العالي بتاعه بيبوظ نظام السوق. لحسن الحظ صاحبه جري ودافع عنه، واتفقوا على رهان. لو الشاب باع 100 كيلو خوخ في يوم واحد، ابن العمدة مش بس مش هياخد منه الإيجار، ده كمان هيديه أحسن مكان في السوق. إنما لو خسر مش هيقدر يبيع خوخ تاني طول عمره. الشاب فكر لحظة ووافق فوراً. وما إن الرهان اتأكد، ابن العمدة أمر رجالته يرموا مية وسخة على الخوخ متعمدين، وبعدها تريق عليه وقال نشوف بقى هتبيع إيه النهاردة. بس الشاب ما دخلش معاه في خناقة، جاب قطعة قماش مقلمة وغطى بيها الخوخ. بعدها ركز قوته في إيديه، وشرارات ذهب طلعت منهم في اللحظة. وفي الثانية اللي بعدها لما شال القماشة، السلال كانت راجعة جديدة زي الأول، كأن مفيش حاجة حصلت. كل اللي واقفين اتصدموا،